اسمعوا يا شباب، طبعا بما انه اللعبة برات ارضنا مع فريق قوي مثل الدلافين الزرق، فرح نلعب بخطة دفاعية مشان نكسب التعادل. يعني بدي اياكم تتكوشوا حوالين منطقة الجزاء وما تخلوا الدبان الازرق يمرق بيناتكم. وليد، انت بتلعب لحالك بالهجوم وباقي اللاعبين كلهم دفاع. لحالي؟ شو بدي اعمل لحالي بالهجوم؟ اخي شو ما طلع معك منيح، وقد ما فيك تلتحش بمنطقة الجزاء التحش. بركي الله سبحانه وتعالى بيعمي على قلب الحكم وبيعطينا شي ضربة جزاء. بعمل جهدي ان شاء الله. ولا تنسوا تطبقوا خطة الفاست بريس. يعني بدي الضغط على اللاعب الخصم يلي معه الطابة بحيث انه ما يقدر يتنفس، واول ما بتشوفوا لاعب خصم استلم الطابة فورا بتهجموا عليه 4-5 مثل قطع مستعجل. من هون من هون من هون من هون من هون حتى ينعمى على قلبه وما يعرف شو يعمل بالطابة. اذا شلحناه الطابة نهجم؟ ولك شو تهجم انت الثاني؟ شو تهجم؟ ليش قدرانين نحن نهجم؟ انتوا الحشوا الطابة لقدام وسلموا امركم لله. مفهوم الخطة؟ مفهومة. اشرح لكم اياها مرة ثانية. مفهومة. صورة